انا الشباك بتاع الاوضه بتاعتي بيبص على سطح الفيلا اللي قدامنا، وفي قطه من زمان كده احنا عارفينها عايشه على السطح ده، بس هي لا بتاعتنا ولا بتاعت اصحاب الفيلا، واحنا الاتنين بنهتم بيها، وكنا مسمينها مشمشه علشان لونها كانها طالعه من برطمان مربى بالمشمش. مش عارفه بقى اللي هحكيه لكم دلوقتي ممكن يحسسكم اني مختله ولا ايه، بس انا هحكي من فتره كده. مشمشه اختفت حوالي اسبوعين، واخيرا رجعت الحمد لله، وكان معاها قط جديد. اتاريها كانت في شهر العسل بنت الايه، وكانوا عايشين يومين في سلام ومحبه، لحد بقى امبارح كنت واقفه بتكلم في التليفون وببص كده من الشباك، الاقي القط اللي مشمشه جايباه قاعد مع قطه تانية وخاربين الدنيا نونو. على الفكره انا بتكلم بجد مش بهزر، ولولا الخصوصيه بتاعت الجار كنت عايز اصورهم. المهم بقى رجعت مشمشه من بره، وشكلها كانت جايبه معاها كيس دراي فود وفرحانه يا عيني. فجاه اكتشفت الخيانه ووقفت شافت المنظر وهاتك يا نونوه، وتقريبا كده اللي فهمته انها بتقوله انا اللي جبتك من صفايح الزباله وخليتك تعيش على روف فيلا تقوم تعمل فيا كده. انا عن نفسي حاسه ان مشمشه اتظلمت، ولا انا اديت اهتمامي للموضوع اكتر من اللازم.